هذا وأني أعتبر أن أحد أهم جديد الأوجلانية هو المصطلح الذي أسماه أوجلان بنسق الحقيقة، والذي يعرفه على أنه أفضل الأساليب التي توصل المرء إلى معنى الحياة وتساعده على إيجاد الحلول الجذرية لمشاكلها ومعالجة قضاياها العالقة بكافة أبعادها وبنحو مترابط يؤمن تلاحم الجزء مع الكل، ويسهل معه حلول العديد من الإشكاليات الشائكة المتداخلة والمتشابكة، وبصورة غير مسبوقة من حيث التكامل الكلياتي، مما اعتبره ثورة بحق. من بين ما لفت انتباهي أيضا في جديد الأوجلانية هو تناولها للعديد من المصطلحات السياسية والثقافية والاجتماعية والفلسفية الأساسية التي شغلت بال الكثيرين من المفكرين والمنظرين، ودراستها وفق منظور جديد يستحق الوقوف عندها مليا كمصطلحات الوطن والسياسة والدولة والحضارة والمدنية والحداثة والرأسمالية والعلم والاشتراكية والفلسفة والجنسانية وعلم الاجتماع. ويتمخض عنه فكر إنساني منقى من الشوائب التي علقت به على مر التاريخ البشري حصيلة عمليات التحريف والتزوير والتشويش التي طالته، ويزيل الغبار عن المضمون الأصلي الذي كانت تشير إليه تلك المصطلحات في بداية ظهورها أو اصطلاحها، بل ويضفي عليه أبعاداً تجعله أكثر مواكبة للعصر وأكثر تلبية لمتطلبات البشرية وأكثر تناغماً مع حلول مشاكلها، بل ويساهم في حلها أيضاً. هذا وإن الأوجلانية لا تقتصر فقط على طرح بديل متكامل لحل قضية الشعب الكردي بشكل ديمقراطي وسلمي في أماكن تواجده الجغرافي، أي الدول الأربع التي تتقاسم وطنه بناء على اتفاقية سايكس بيكو، بل وتطرح بديلا متكاملا لمنطقة الشرق الأوسط الكبير أولا والعالم ثانيا، بحيث يتجاوز الحل القوموي الدولتي، الدولة القومية السائدة حاليا والمولد للصراعات والحروب والتبعير للرأسمالية العالمية من جهة، ويتجاوز جميع أشكال الحل السلطوي الصاعد من جهة ثانية، ويعبد الأرضية اللازمة للعيش المشترك والحياة الندية على جميع المستويات، بدءا من حياة الشراكة الندية بين الجنسين وصولا إلى مشاطرتها بين الأقليات والقوميات والإثنيات والشعوب والأقوام والملل على اختلاف ألوانها وأطيافها وعقائدها، لأنه يؤمن بأن التعددية والاختلاف هو من طبيعة الحياة البهية الزاهية ومن أسس الوجود. وقد صاغ المفكر عبد الله أوجلان هذا الحل في إطار مفهوم الأمة الديمقراطية المتعددة المكونات القومية والمنضوية تحت سقف نظام الكونفدرالية الديمقراطية، الذي يؤمن ببراديغما المجتمع الديمقراطي التعددي الأيكولوجي العادل والمتحرر جنسانيا. كما أشار المفكر إلى ضرورة تفعيل القوى الديمقراطية الفاعلة على خلفية الديناميات الذاتية في كل منطقة وبلد، وإلى أهمية تنظيمها ورص صفوفها على جميع المستويات كمحور ثالث بعيدا كل البعد عن القوى الإقليمية الحاكمة وخلفياتها الدولية الساندة لها من جهة، وعن القوى التي تزعم معارضتها ولكنها تطمح في كرسي السلطة بدلا منها، وتتطلع إلى بناء دولة جديدة على أنقاض الدولة القديمة من جهة ثانية. حيث يشدد المفكر أوجلان على أهمية وضرورة بل وحتمية اتباع المحور الثالث أو النهج الثالث كبديل جذري لا بد منه كي يكون النصر حليف قوى الحضارة الديمقراطية، وليس من نصيب قوى الاحتكار الرأسمالي المالي العالمي السائدة. وهذا ما بدأت الإشارات والدلالات تؤكد صحته منذ الآن، وبالأخص في الثورة السورية المسلوبة والمحرفة عن مجراها. إن الأوجلانية تطرح المجتمعية الطبيعية الأيكولوجية المتحررة جنسانيا، والتي تغذي وتتغذى من المجتمع الديمقراطي الأخلاقي السياسي التعددي التكاملي، ومن الأخوة بين شعوب المنطقة، وحيث الكونفدرالية والإدارة الذاتية ركن أساسي لهذا المجتمع الأخلاقي السياسي الديمقراطي العادل، أي أنه مجتمع متحرر من هيمنة الدولة القومية أو القوموية المركزية التي تحتكر السلطة والعنف كوسيلة بيد مجموعة محدودة أو طبقة اجتماعية معينة،
هذا البديل المجتمعي يطرح على الشعب الكردي بكل مكوناته دور المحرك الثوري الأساسي، لأن تحرر شعوب المنطقة كلها مرتبط بتحرر هذا الشعب وحصوله على حقوقه القومية والثقافية واللغوية، والعكس صحيح. هذه الثنائية المترابطة بين الجزء الكردي والكل الشرق أوسطي تشكل أحد أهم جديد الأوجلانية، والتي ستكون لها تداعياتها الإيجابية على الصعيد العالمي أيضا في حال معالجتها بصورة إيجابية. من جهة أخرى، تعتبر الأوجلانية أن النظام الرأسمالي المالي العالمي الاحتكاري هو سبب كل مشاكل الشعب الكردي وكل شعوب منطقة الشرق الأوسط وشعوب العالم. هذا النظام لا يتسبب فقط في الحروب والظلم والاستغلال والفقر والبطالة واضطهاد المرأة وعبوديتها، بل ويخرب البيئة أيضا ويهدد مستقبل البشرية جمعاء. لذلك فإنه ولكي تتخلص البشرية من كل هذه المشاكل والأخطار، لابد لها من التخلص من هذا النظام الرأسمالي الذي وصل إلى نهايته أو إلى طريق مسدود. والبديل الأوجلاني هو ليس نظام الاشتراكية المشيدة كما مارسه الاتحاد السوفيتي أو الذي طرحه ماركس وإنجلز وماو تسي تونغ ومن سار على خطاهم، والذي عانى من عدة أخطاء محورية وتخللته نواقص هامة، بل إن البديل هو في التأسيس لنظام الاشتراكية الحقيقية التي تنادي وتناضل من أجل نظام مجتمعي ديمقراطي أخلاقي سياسي يتميز بطابعه المحلي بقدر ما هو إقليمي وعالمي في الوقت نفسه، ويحقق العدالة والحرية والتكامل والأخوة بين الشعوب، وهو نظام متصالح مع البيئة بكل مكوناتها وحام لها. وعلى هذا الطريق النضالي العالمي ترى الأوجلانية أن ثورة شعوب الشرق الأوسط وتحررها ووصولها للمجتمع الديمقراطي الأخلاقي التعددي التكاملي الكونفدرالي سيلعب دورا محوريا ومفتاحيا لهذه الثورة العالمية المجتمعية كما حدث تاريخيا، وذلك لأن شعوب الشرق الأوسط هي التي أنتجت أول ثورة في التاريخ، والتي هي الثورة الزراعية، وهي التي وضعت أسس الحضارة البشرية، وسوف تسترد مكانتها التاريخية العريقة تلك وتتأهب لأداء دورها التاريخي مرة أخرى وبصورة عصرانية متقدمة تواكب العصر، بل وتتطلع إلى ريادته. كل هذه الأفكار وغيرها من الأفكار الجديدة أو تلك المدروسة بمنظور جديد وبتحليل شامل نجدها مبسوطة في جميع مرافعات أوجلان التي تبتدئ بالكتاب الذي عنوانه من دولة الكهنة السومريين نحو الحضارة الديمقراطية، والذي يتألف من مجلدين، ثم يليه كتاب دفاعا عن شعب، ثم كتاب مانيفستو الحضارة الديمقراطية الضخم والذي يتألف من 5 مجلدات، حيث يعتبر هذا الكتاب الذي بين متناول يدنا المدنية هو أول تلك المجلدات. هذا عدا عن قيام السيد أوجلان بتدوين مرافعتي أثينا وأورفا، وكذلك كراسة خريطة الطريق الصغيرة في حجمها والغنية في محتواها. ما لفت انتباهي هو أن كل كتاب من كتب أوجلان هو إتمام لسابقه كحلقات سلسلة مترابطة، وفيه غوص أكبر وتعمق أكثر في التحليلات المتكاملة بشأن حل القضية الكردية وقضايا الشرق الأوسط خاصة، وبشأن القضايا العالقة التي تعاني منها البشرية في العالم قاطبة بصورة عامة. وأنا شخصيا أعتبر كتاب أوجلان مانيفستو الحضارة الديمقراطية هو الأول من نوعه في تاريخ الفكر المجتمعي، ويستحق أن يسمى مانيفستو المجتمعية الديمقراطية، وهو يماثل البيان الشيوعي في الماركسية من حيث الأهمية وما يطرحه من جديد، بل ويفوقه أهمية من حيث سعة آفاقه وغناه وتلبيته لمتطلبات قضايا العصر وسعيه إلى حلها بصورة نهائية ومن الجذور. أخيرا أحب أن ألفت الانتباه إلى قضية مهمة جدا، وهي أن مشروع أوجلان لحل القضية الكردية ليس خاصا بالكرد كما يتوهم البعض، بل إنه موجه لكل المجتمعات والقوميات والإثنيات التي تشاطره العيش، وفي مقدمتها المجتمع التركي، حيث يطرح فيه مشروع حل ديمقراطي حقيقي لمشاكل المجتمع التركي على جميع الصعد الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية، ويهدف لجعل الدولة التركية ديمقراطية حقيقية مستقلة عن النظام الرأسمالي العالمي، وذات اقتصاد قوي مستقل في خدمة المجتمع التركي بكل مكوناته، ويجعل من تركيا ركيزة للديمقراطية والمجتمع الديمقراطي الأخلاقي السياسي لكل الشرق الأوسط الجديد،
شرق الشعوب الحرة المستقلة عن النظام الرأسمالي المالي الاحتكاري الذي يمتص خيراتها ويبقيه ساحة صراع بين الدول القومية وسوقا لأسلحته الفتاكة، وهذا ينسحب على المجتمعين العربي والفارسي أيضا. كلمة أخيرة لا بد منها، وهي أن الأوجلانية ليست أيديولوجية خاصة بالشعب الكردي وليست عقيدة مغلقة، وكل من يقرأها بهذا المعنى فهو مخطئ ويعمل على تشويهها. مع تحياتي، دكتور فؤاد القطريب.